هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال. في الفيديو ده هقولك العناية بالجسم بالكامل، العناية بالشعر، العناية بالبشرة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. اول حاجة يا بنات وهي العناية بالجسم، انا هقولك الحاجات الاساسية واقولك بدايل، انتي طبعا هتختاري المناسب ليك. اول حاجة في العناية بالجسم ان لازم يكون عندك يا اما صابونة يا اما شاور جل. لو انتي بتحبي الصابون فالنوع ده من دول حلو قوي، بتنظف الجسم وبترغي، حلوة جدا، وكمان جنتل قوي على البشرة، مش بتحسس الجسم، مش بتطلع حبوب، ومش بتعمل اي حاجة خالص ضارة بالجسم. بيكون شكلها يا بنات بيكون سعرها تقريبا 30 جنيه. او يكون عندك شاور جل، الشاور ده من جليسوليد حلو جدا، ده بالورد، ريحته هايلة يا بنات، وحجمه 300 مللي، وسعره كمان حلو قوي، فأرشحهولك. ده حلو جدا، هو شاور جل بس قوامه أشبه للكريمي، فيبقى حلو قوي معاك وينفع معاكي في الصيف أو في الشتاء. كمان يكون عندك سكراب للجسم، ده هتعمليه مرتين في الأسبوع، بحركات دائرية على جسمك. ده بينظف الجسم من الجلد الميت. لو عندك جلد وزة يساعدك ان انت تتخلصي منه. ده من ايفا بي واي، ده بخلاصة ترمس للأسوس، حلو جدا يا بنات، وكمان جنتل قوي على البشرة، مش بيعور الجلد خالص. يكون عندك الليفة المغربية دي حلوة قوي، بالذات الشكل ده بيكون في منه ألوان على الجنب، ده حلو جدا، ده بينظف الجسم كويس جدا. فلو هتجيبي هاتي الشكل ده، وأقول لك طريقة دلوقتي تستخدميه بيها. تبلي جسمك بالمية لمدة 10 دقايق، وبعد كده هتعملي على جسمك بحركات دائرية، بجد هتشيل جلد ميت كتير جدا جدا من جسمك، فهتبقى حلوة قوي معاكي. بجانب الليفة العادية، أي ليفة انت ترتاحي ليها، بس ما تكونش ناشفة على الجسم، تكون حاجة كده خفيفة زي الليفة البيضة دي كده، هوريكي شكلها. دي بتكون حلوة قوي على البشرة. او الليفة السيليكون دي برضو، دي بتكون حلوة قوي للشاور اليومي، لكن دي تعملي بيها مرتين في الأسبوع بس. بعد كده يا بنات وهو إزالة الشعر، سواء للجسم أو للبشرة. هنتكلم أول حاجة يا بنات على إزالة شعر الوش. لو انت بتحبي تستخدمي الشيفنج فلازم يكون عندك أي شفرة زي كده، أي نوع طبعًا أنتِ بتكوني بتفضّليه، وكمان لازم يكون عندِك جل صبار أو أي زيت أطفال أو مُرطب، عشان ما ينفعش تعملي shaving على بشرة جافة، كده بشرتِك ممكن تتعور. فطبعًا جل صبار هو أرخصهم، ده حلو أوي، بُصّوا بيبقى فيه كمية كبيرة، وتقريبًا بيكون ب20 جنيه أو ب25 جنيه، فهو هيبقى حلو أوي معاكِ. بعد كده بقى يا بنات وهو إزالة شعر الجسم. لو انت برضو بتستخدمي الشيفنج فهتجيبي شفرات، أي نوع شفرات انت بتفضليها. أنا بفضل النوع ده، الفينوس الزرقاء، حلو جدا، وبتستخدميه كذا مرة وبجد حلوة قوي. بصوا ده شكلها، مش بتعور خالص، مش بتعمل حبوب في الجسم، مش بتأذي الجسم خالص، بس لازم تستخدميها على صابون. ممكن تستخدمي صابون الجليسرين أو صابون الضوف، دي برضو هتبقى حلوة قوي معاكي. فبرضه ما ينفعش تعملي شيبنج على بشرة جافة، طبعًا أنتِ هتستخدمي الوسيلة اللي أنتِ بترتاحي عليها. بعد كده يا بنات وهي مرحلة ترطيب الجسم، أنتِ هتستخدمي أي body lotion بس يكون بدون عطور، عشان ما يعملكيش حساسية، بالذات لو أنتِ عاملة شيبنج. فالنوعين دول حلوين جدًا، وسعرهم حلو، وكمان ترطيبهم حلو جدًا. النوع ده اللي هو كرباميد، ده يا بنات لو انت عندك جلد وزة هيبقى حلو قوي معاكي، لان فيه يوريا، واليوريا دي بتساعد على تخفيف جلد الوز، فده حلو جدا، انا بحبه قوي. كمان يا بنات النوع ده من جليسرين بجد حلو جدا، خصوصا في الصيف هيبقى حلو قوي معاكي، اللي هو الكلاسيك ده، ده من غير ريحة، وكمان ترطيبه مناسب جدا، مش بيسبب اي تلزيق على الجسم خالص، فحلو قوي معاكي، وسعره كمان حلو، وحجمه 200 مللي، في حجم اكبر كمان من باقي يا بنات لشغل المنطقة الحساسة. فالأحسن ليكي إن انتي تقصيه مؤقتا لحد ما تعرفي الوسيلة المناسبة ليكي. ففي البداية استخدمي المقص، قصيه
الشعر إزاي. كمان عايزة أقول لِك إن أنتِ لازم يكون عندِك مناديل تنشفي بيها بعد التويلت عشان غلط جدًا المَيّة تفضل في المكان ده عشان هتعمل بكتيريا، فلازم تستخدمي أي نوع مناديل. المناديل دي اللي هي مناديل المطبخ دي بيبقى سُمكها حلو أوي وبتنشف كويس جدًا. المرحلة دي مهمة جدًا وهي deodorant أو مزيل العرق، لازم يكون عندِك مزيل عرق النوع المناسب ليكِ واللي أنتِ بترتاحي له. في spray ده مندوب حلو جدًا، ده بالرمان، حلو ده جدًا يا بنات، بجد حمايته حلوة بتقعد معاكِ يوم كامل. أو كمان يا بنات ممكن تجيبي النوع ده من My Way، ده رخيص جدًا سعره حلو أوي وكمان حمايته تحفة، بيقعد معاكِ يوم برضه. ده بالمسك الأبيض، ده ريحته هايلة، المسك حلو أوي وكمان هادية جدًا. فحلو جدًا وكمان سعره رخيص، تقريبًا في حدود 30 جنيه، فده هايل جدًا أرشحه لِك لو أنتِ في البداية وعايزة تجيبي deodorant يكون حلو، أو ممكن تجيبي roll on ده من دراكون، بس بصراحة ما كانش أحسن حاجة معايا، لكن ده هيكون مناسب معاكِ في الشتا. في الصيف بصراحة هيكون وحش جدًا، هيطير الجسم، هتعطري جسمِك بأي حاجة موجودة عندِك. سواء body splash ممكن تجيبي body splash ده من إيفا، ده ريحته حلوة أوي للصيف بجد ريحته فظيعة، أو كمان ممكن تجيبي مسك، طبعًا المسك حلو جدًا وسعره رخيص، فأنا بارشح لِك المسك ده هيبقى حلو أوي معاكِ، المسك الأبيض أو مسك رمان حسب أنتِ الريحة اللي بتفضليها، فالمسك ده هيبقى حلو أوي معاكِ، هتحطيه على أماكن النبض بجد هيبقى خطير، تحطيه هنا ورا الودان في كل أماكن النبض، ريحته هتبقى حلوة أوي معاكِ وكمان هتفضل فترة طويلة أوي. كمان تجيبي لِك إزازة برفيوم كده حلوة تحطي منها في البيت، شكلها حلو في نفس الوقت حاجة برضه سعرها رخيص. خلصنا يا بنات كده حاجة الجسم بالكامل، هنخش بقى على العناية بالبشرة. العناية بالبشرة يا بنات أنتِ مش هتحتاجي غير 3 منتجات بس، في البداية مش هتحتاجي غير 3 منتجات بس. أول حاجة غسول، يكون عندِك غسول مناسب لنوع بشرتِك، بعد ما نغسل وشنا من الغسول هتحتاجي ترطبي بشرتِك عشان بشرتِك هتكون جفت شوية من الغسول، فهتحتاجي مرطب برضه مناسب لنوع بشرتِك، طبعًا يكون عندِك sunscreen برضه مناسب لنوع بشرتِك، وده يا بنات ده بنحطه قبل ما نخرج من البيت تقريبًا بنُص ساعة عشان يحمينا من أشعة الشمس، يعني ده لو هنقعد في البيت مش هتحطيه لإنه مش هيكون ليه لازمة. لكن ده هنحطه قبل ما نخرج من البيت عشان يحمينا من أشعة الشمس. بعد كده بقى يا بنات هو العناية بالشمس هتحتاجي تقريبًا 3 منتجات أو 4 بالكتير أوي عشان تعتني بشعرِك. أول حاجة لازم يكون عندِك شامبو، طبعًا برضه حسب نوع شعرِك فتجيبي الشامبو المناسب، كونديشنر أو بلسم ده عشان يرطب الشعر. طبعًا يا بنات تقدري تستغني عن الخطوة دي وتستبدليها بأي hair mask أو حمام كريم برضه هتستخدميه يرطب شعرك، بس يا بنات البلسم وحمام الكريم ما يجوش ناحية فروة الراس، ما ينفعش أبدًا تستخدميه على فروة الراس لإن كده هيسبب لِك تساقط، تستخدميهم على أطراف الشعر عشان هم وظيفتهم الترطيب، الشامبو وظيفته إن هو بينضف الفروة، إحنا كده غسلنا شعرنا بالشامبو بالبلسم أو حمام الكريم. بعد كده هتحتاجي ترطبي شعرِك بأي حاجة أنتِ بتحبيها، كريم، زيت، سيرم، أنا هنا عندي زيت دابر أملة، فأنتِ شوفي اللي أنتِ بترتاحي له وشعرِك بيستجيب لإيه وهاتيه. وطبعًا يكون عندِك مشط خشب أو فرشة بلاستيك حسب برضه أنتِ بتحبي إيه هو الأصح، طبعًا الخشب ما بيعملش تساقط للشعر كتير. وممكن كمان تدلعي بقى نفسِك وتجيبي توكة حلوة كده تكون ستان عشان ما تقطعش الشعر. بعد كده بقى يا بنات وهي العناية بالضوافر، لازم تكون ضوافرِك مرتبة ونضيفة، فهتستخدمي قصافة عشان تقصي بيها ضوافرِك لو أنتِ بتحبي تقصيها، ويكون عندِك مبرد، المبرد الخشب ده بيكون حلو أوي لإنه بيحافظ على الضوافر، لو أنتِ هتطولي ضوافرِك أو قصيتيها فضبطي شكلها بالمبرد، ويكون عندِك أي هاند كريم تستخدميه حوالين الضوافر عشان يرطّب الضوافر، أو ممكن تستخدمي نفس الكريم بتاع الجسم تستخدميه برضه لإيديكِ أو للضوافر عادي جدًا. آخر حاجة بقى يا بنات وهي العناية بالفم، أهم حاجتين يكونوا عندِك فرشاة ويكون عندِك أي معجون أسنان لنضافة الفم. كده يا بنات يكون الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجة بسيطة.
ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، كمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا هنزله.